بصوا كده ما شاء الله، اللهم بارك على التزهير. ده اشرافنا بفضل الله تعالى، ده اشرافنا بفضل الله تعالى. شوفوا يا جماعه حلويات. مش اي حد بيشتغل في صوبه يبقى انا شغال في صوبه، لا، لازم تشتغل في صوبه جوده وانتاج وشكل. تبارك الخلاق ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. احنا برضو ما زودناش تسميد، لكن كنا من امتى بنحط تسميد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل متابعي قناه زراعه اونلاين. معاكم كالعاده المهندس محمود ادم. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هيكون ازاي نزود التزهير والعقد في الخيار. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا الخيار معانا طلع لغايه السلك فوق اهو، سلك فوق اهو، وما شاء الله التزهير عندنا شغال في كل النباتات. نبص كده اهو، دي بشكل عام كل النباتات التزهير ما شاء الله شغال كويس، التفريع شغال كويس، العقد ما شاء الله شغال كويس. نبص هنا. طيب عشان ما نطولش عليكم، عملنا ايه، اشتغلنا ازاي، ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو. ولو حابب تشترك معانا في القناه، ممكن تشترك معانا في القناه وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس لو حضرتك مهتم بالزراعه ومحتاج تعرف اكتر على الزراعه. طبعا التزهير دوت مجاش من يوم وليله، شغالين معاه من اول السنه، فوسفور وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم. دول 4 عناصر شغالين بيهم من اول مراحل عمر الزرع لغايه دلوقتي، وهنكمل معاه لغايه اخر الجمع عندنا باذن الله. طيب الكميات قد ايه؟ طيب بدينا في الاول خالص في بدايه الزراعه كنا بنشتغل جرام ازوت، جرام بوتاسيوم، جرام فوسفور، وبعد كده نبدا نزود الفوسفور، وبعد كده نزود البوتاسيوم. مع الوقت بنغير حامض الفوسفوريك، بنخليه ماب علشان التزهير يبقى عندنا شغال على طول، لان الماب نسبة النقاء او الفوسفور فيه بصورة اعلى وافضل من الحامض الفوسفوريك. لو حامض الفوسفوريك عندك ضمنه وعارف نتائجه ممتازة، اشتغل بحامض الفوسفوريك طول السنة مفيش مشكلة. في حاجات برضو في الحامض الفوسفوريك غالية زي الحامض الصيني، ده برضو ممتاز جدا واعلى من الماب كمان. اهتمينا طبعا بعنصر البوتاسيوم من اول علشان يدخل معانا الساق بتاع النبات. ساق النبات من اول طالع كده تخين وناشف، فبيقدر يتحمل معاك، كل ما تحمله الانتاج اكتر بيجي معاك افضل واحسن في الانتاج. طيب اهتمينا بيه كمان، كنا بنشتغل بالكالسيوم كل اسبوع تسميده وكل اسبوع رشه. بنحط قد ايه؟ بنبدا ب2 كيلو للفدان، او 2 كيلو ل4000 نبات خيار، وبعد كده بنضيف معاهم لتر حامض نيتريك علشان يبقى عندك النبات الورقه نفسها خشنه وقويه، عشان اي مرض فطري ولا حاجه بيبقى يأثر، ما يقدرش يأثر الفطر على الورقه، وبالتالي يخترق الورقه، وبالتالي يبقى عندنا بياض زغبي في الصوبه. طبعا بقى ما كناش بنكتر ازوت ليه؟ عشان احنا كنا حاطين تحت خدمه او رده للخيار من تحت، ده اللي يشتغل معاك الازوت، فبنقلل تسميد الازوت مقابل بنزود التسميد الداجيني تحت في اسفل النبات، ونبدا نرد. بعد كده نبدا نسمد معالج ملوح بعد ما نجيب رمله على الزرع، نبدا نسمد معانا معالج ملوحه علشان لو في املاح ولا حاجه حوالين الجدر عندنا ما يتبهدلش وما يضربش، وفي الاخر ياثر على الانتاج او على النمو عندنا، وبالتالي يقلل معاك الانتاج. دي برضو نقاط مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. وافضل وقت ميعاد لاضافه التسميد عندنا كان ايه؟ ده النقطه او كان العامل الرئيسي عندنا في النجاح. امتى نعمل برامج تسميد مميزه للزرع عشان يفرق معانا من الاول لغايه اخر الموسم. الرش طبعا فوسفور، كنا بنهتم برضو بالفوسفور جامد والبوتاسيوم جامد، كنا دايما الاثنين نرشهم مع بعض عشان يحضر معانا دايما تزهير وعقد على طول باستمرار عندك.
ده كده كان فيديو سريع على ازاي نحافظ على العقد والتزهير بصورة مستمرة في الخيار بدون تنفيل. ولو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبوا لنا اسفل الفيديو في التعليقات وارد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.